شوف خوتي، السلام عليكم. المهم خوتي ندوز لكم ديريكت الموضوع، ديريكت بلا مقدمات بلا والو. المهم هانتوما كنت بغيت ندير فيديو على داك الطفل الايمن اللي كيقولوا عليه اصغر نصاب في المغرب. المهم كنت بغيت ندير عليه فيديو، وانايا كنجمع في الفيديوهات باش نصور فيديو. هو يطلع لي واحد الفيديو ديال واحد خونا كيهضر على ايمن، على الطفل الايمن. داكشي كامل اللي كنت بغيت نقوله انا قالو هو، يعني داكشي كامل اللي اختصر لي الهضره ديالك كامله قالها هو. لهذا خوتي غادي نخليكم دابا مع الفيديو وتفرجوا ليه من الاول حتى الاخر باش تفهموا كل شيء. وهذا الشيء اللي كاين اخوتي. المهم بلا ما نوصيكم على ديك اللايك اللي كنتي جديد معنا في القناه، دير ابوني وفرجه ممتعه. واش بصح الطفل هو اصغر نصاب في المغرب كيف كيقولوا بزاف ديال الناس؟ واش فعلا هو ماشي طفل ديال 8 سنوات وانما عنده نقص في النمو وما كيكبرش؟ واش بصح استعطف الجاليه مقيمه بالخارج وخدا ليهم اكثر من 27 مليون او اكثر؟ واش فعلا الوالدين ديالو ماشي مراد وكذبوا على المغاربه باش ينصبوا عليهم؟ هادشي اللي غادي تعرفوا في هذا الفيديو، وغادي تكتشفوا القصه الحقيقيه ديال هاد الطفل اللي سميتو ايمن من مدينه تماره. اول دور ديال ايمن كان عن طريق بعض الاصدقاء ديالو في الحي، كانوا كيصوروا معاه فيديوهات مضحكه والافلام قصيره وكيلوحوهم في تيك توك واليوتيوب. ايمن تشهر بهاد الفيديوهات والناس عجبهم الحال، كيشوفوا الطفل صغير في العمر ديالو 8 سنين وكيضرب بحال شي واحد كبير وفاهم الحياه مزيان. ومؤخرا بان بزاف ديال الجرائد الالكترونيه كيستنجد المغاربه والجاليه المغربيه مقيمه بالخارج باش يساعدوا الام ديالو حيت مريضه بالنبوله، وكيهضر عليه بواحد الحرقه اللي خلات اي واحد شاف ديك الفيديو يحس بالعاطفه من تجاه الام ديالو. هاد الصحة، هاد الصحة، أقسم بالله وبها الصحة تندير بها أي حاجة على ود الوالدين، الأم ديالي والأب ديالي، راه ما كاين حتى واحد من غير ربي. وتبين من بعد حتى الاب ديالو مريض وعنده مشاكل في القلب، وحتى ايمن عنده مشكل في الخصيتين وبغى يتعالج. حتى لهنا ما كاين حتى مشكل. المغاربه فاش شافوا الفيديو بداو كيعيطوا ليهم باش يساعدوهم لا من داخل الوطن ولا من خارج الوطن، ومبينهم واحد الشخص اللي مشهور ملقب بمول الشكاره اللي معروف عند الناس وكتشهد عليه بالمصداقيه ديالو وكيصداخل الوسيط باش يساعد الناس. اتصل بهم وقال لهم كاين واحد الحاج باغي يتكلف بمصاريف العلاج، وقال لهم غادي نجيو نشوفوا بعينينا ونتاكدوا، والحاج غادي يتكلف بكل شيء. والعائله ديال ايمن وافقوا، وديك الشيء اللي كان جا مول الشكاره والحاج شافوا كل شيء وفعلا لقاوهم راضين، وتفاهموا معاهم ووعدهم باش يرجعوا في الصباح ويجيبوا معهم سياره اسعاف باش ياخذوهم ثلاثه بهم المصحه خاصه في دار بيضاء باش يتعالجوا. فاش رجع مول الشكاره في الصباح بسياره اسعاف باش ياخذوهم المصحه تفاجأ بالرفض ديالهم. مشينا انا والحاج لمدينه تماره، ومن بعد ما مشينا دارت معنا الام باش نجيو الغد لي ونجيبوا لها الاسعاف. وفي هذاك الوقيته كان الحاج اتصل يعني باحد اكبر الاطباء اللي كاين في مدينه الدار البيضاء الدكتور عفيفي، وقال لي باش انه غادي يتكلف ليه بهذه الحاله. في هذه الوقيته بالضبط الحاج كيسول الطفل ايمن وتيقول ليه واش حتى انت مريض؟ تيقول لي انا ماشي مشكل، يعني انا بغيت غير الاب والام ديالي يتعالجوا، انا هو الاخر. هنا كيكتشف الحاج ان حتى الاب مريض، وملي سول لقى بان الاب عنده 3 العروق مبوشين، الام عندها مشكل النبوله، والابن عنده مشكل حاشاكم اعزكم الله في الخصيتين. السيد اللي معايا تيتكلف بالحالات ب3، قال لهم انا غنتكلف بكم ب3، العلاج ديالكم على حسابي. والحاج كيظن انه زعما الا قال لهم غادي نجيبوا الاسعاف ونمشيو لمصحه خاصه ونعيط للدكتور مباشره، يعني اي واحد فينا كمغربي، يعني شي واحد مريض غتقول لي يلاه العلاج غيقول لك يلاه. فالحاج وانا كنتصدموا بان الام كترفض باش انها تمشي تتعالج، ما بغاش تمشي تتعالج، قالت لك لا ما نقدرش نمشي. علاش؟ لانني انا ما واجداش. العائله يعني الاخت ديال هاد الام ديال ايمن حتى هي كترفض، وكانوا ملاهين مع الاتصالات ديال المحسنين اللي كانوا كيوصلوا لهم الفلوس، يعني ما عرفوش انا هنا علامات استفهام. وفعلا الاخوان كاين تناقض في الكلام ديالها، وهاد الصحفيه حاولت تجمع ما بين مشكره والام ديال ايمن بمكالمه على المباشر باش تعرف الحقيقه. نسمع شنو قالت. غادي نخليك مع السيده سعاد، هي بغات تتكلم معاك. تفضل يا سعاد. الو خويا مشكره، نقول لك واحد الكلمه. انت بالفعل جيتي لعندنا، انا ما نكرتش هذا الشيء، رفضنا باش نمشيو على ود الولد كان مخلوع ياك شويه. قلنا الغد ليه جيتو، بالفعل الغد ليه جيتو بالامبيرونس، هذا الشيء ما نكرتوش ياك. وانما ملي كنتو نتوما واش كانوا جوج ولاد شباب ولا لا؟ لا اختي دوك جوج ولاد راه كانوا مع عرفتي دوك جوج من كانوا جاو عند الولد اللي كيصور مع ولدك ديجا. ولد جيراننا سميتو. دابا انا شنو قلت لسميره؟ قلت لها شي هذوك الناس انا شكيت فيهم في الاول، كنسحب لي معاهم، انا ما عرفتش انت جيتونا على غفله طلعتوا كاملين. هذوك الناس ولكن هذوك الشباب علاش غتشكي فيهم؟ انا كيبانوا لي شباب نقيين جاو كيزوروا الوليد. اقسم لك بالله العظيم انا تنقول صراحه، انا راه اللي نقولوا مور بنادم نقولوا لي في وجهه نيشان. دابا هما ملي زدت انا تنويت، انا راه ما قلتهاش لك هذيك الصبحيه اللي جيت،
ما بغيتش نخلق مشاكل، ولكن دابا ملي سمعنا الهضره وليتو كل شنو كيقول علينا وتهمنا بواحد الاتهام اللي هو ما كاينش. هما قالوا لي ودي هذاك السيد راه زعما الدوسي ديالو خايب، يعني عندك ديروا شي حاجه زعما بحال عندك ديروا شي حاجه تندموا عليها. واش اللي جا من مدينه الدار البيضاء وجاب لك امبيونس وقال لك يلاه المصحه تعالجي بدون مقابل؟ لا بدون مقابل، بدون اي لايف، بدون حتى شي حاجه. محمد كتسمعني؟ انا سمح لي ما ديرهاش مني قل الصواب. انا نقول لك واحد الحال اللي بقى فيا الحال عاوتاني معنا مريضه وراك شي حالتي شويه الضغوطات وداك الشيء، وكان دازت انا في حاله صعيبه. زدتي ملي درتي التصوير صورتي وداك الشيء عاوتاني هذيك ما عجباتنيش هذيك الصراحه. انتم اصبحتم قضيه راي عام، هذه اول حاجه. جميل جدا، هذا هو التوضيح اللي بغينا نوضحه. هادشي بغيت نفهمو. انتم اصبحتم قضيه راي عام والناس كلها خايفه عليكم. الله يجازيهم بالخير، الله يجازيكم نتوما بالخير. لا نساو كيف سمعتو قالت باللي ما تاقتش فيهم وما عجبنيش الحال علاش صورنا، وشي حد قال ليها رد بالك من هذا السيد عندك يعمل لكم شي حاجه. المهم كتحس بالكلام ديالها كيدخل ويخرج في الهضره. واحد يقول لك يلا تعالج وانت كترفض، طبيعي غادي تشك ويجيوك بزاف ديال التساؤلات. وفاش جا واحد صحفي اخر سولها على الرفض ديالها للعلاج، سمعوا باش جاوبت. انا بغيت نتعالج، ما كرهش يتعالج الولد ديالي والراجل وداك الشيء، ولكن انا هذا الشيء اللي وقع ما عرفتش واش انا غادي يوقع. ملي شفت هذاك الشيء داروا بحال هكا التصوير والتخربيق، ما بقيتش انا تقت صافي نهائيا، ما تقتش. ولكن دابا الا كان شي وثيقه كتثبت بان نمشي معاهم، المهم نعرف المصحه اللي غنتعالج فيها على راسي وعينيا. اما من قبل راه ما تقتش، لان ما عنديش واش انسان جايك غير هكاك تطلع عندك وانا ما عارفاش واش جاي، ما معيط ليا لا في التليفون لا والو. جا وقال لك يلا تعالجوا. ملي رفضنا داك النهار صافي بقيت كنفكر ماشي مصرين على الولد، وانا كنقول ماشي مشكل نمشيو حنا نتعالجوا اللي حنا مرض بزاف، الولد ماشي مشكل، الا هو خايف ماشي مشكل، من بعد خليه على خاطره. قال لي لا خاصكم نتوما تمشيو بثلاثه، خاصكم تعالجوا نتوما بثلاثه. قلت له ودي صافي انا ما من بعد نفكر، غدا المهم غدا غنمشي معاكم، غدا ان شاء الله يكون كل شيء واضح ونمشي معاكم. بالفعل حتى هما كانوا موجودين، جاو لغد ليه صافي جايبين لي لومبيلونس واقفه هنا كيصور. انا ما عجبنيش حاجه حتى لحدا وجهي كيصور. انا كنقول ليه راه ما بقايش غنمشي، انا راه ما غنمشيش. قال لي علاش؟ عطيني شي سبب علاش ما بغيتيش تمشي. هذا سميتو السيد محمد. قلت ليه انا ما نمشيش. قال لي علاش؟ عطيني شي سبب اللي ما خلاكش تمشي، واش زعما ما تقتيش فينا؟ قلت ليه ما بغيتش نمشي وصافي. قال لي علاش ما بغيتش نمشي؟ قلت لي صافي هذاك الشيء كيبقى شغلي انا ما نمشيش. يعني حاليا هنا كتحس كاين واحد التناقض كبير في الكلام ديالهم، ما بقاتش غير ما تيقتش به، رجعت المساله ديال خصها دليل باش عرف راسها فعلا غادي تتعالج، وخافت على ولدها وقالت باللي كانت باغا تمشي تتعالج وهي وراجلها، ولكن مشكرا رفض، خاص حتى ايمن يمشي معاهم. المهم الاخوان العلامه الاستفهام اللي غادي تجيك في بالك هي واش هذا الرفض ديالهم للعلاج باش الناس تزيد تعطيهم مساعده اكثر قدر ممكن من فلوس، الله اعلم. واش كيستغلوا ولدهم باش الناس تعطيهم مساعده، الله اعلم. واش جمعوا 27 مليون كيف كيقولوا الناس، الله اعلم. هادشي كامل الاخوان ظنوا، فان بعض الظن اثم، وما كاين شي حاجه اللي كتثبت عليهم، واللي قال شي حاجه كيزيدها من راسو باش نكونوا واقعيين. حاجه اخرى كيقولوا بزاف ديال الناس ايمن عنده مشكل ديال النمو، اما هو في عمره 24 عام. واش كاين شي حاجه اللي كتثبت هذا الكلام؟ ما كاينش. فلهذا الاخوان بلا ما يزيد الواحد من راسو، والناس اللي عطات شي حاجه وتعاونت مع هذه العائله لا من جاليه ولا من داخل الوطن فعطاها في سبيل الله، وعلى نيتكم ترزقون، وحتى حاجه ما مشات خساره. المهم الاخوان هذه هي القصه كامله بدون زياده ولا نقصان وبدون اشاعات. شكرا على المشاهده، نلتقي في فيديو اخر ان شاء الله. وما الخوت نتوما سمعتوا الحقيقه كامله وشفتوا كلشي بعينيكم. يعني الا ما كنتيش عارف شي حاجه فبلا ما تبقى تهضر، بلا ما تبقى داوي. عطاو 27 مليون، عطاو حتى 100 مليون وانت سوقك شغلوا هذاك دبر راسهم. انت ماشي سوقك ما عارفش الحاجه بقى تسكت، فهمتي؟ الا ما كنتيش عارف الحاجه ومأكد عليها ما تبقاش غداوي خاوي، فهمتي؟ المهم الخوت هادشي اللي كاين هذا، ما تبقاش فوق ما تعمقوا في المواضيع صاحبي. الدري صغير لصقتو فيها صاحبي، يقدر كاع يشدو شي اكتئاب ولا شي حاجه، الدري مازال صغير. المهم هادشي اللي كاين اخوتي، ما بقى لي الا نقول لكم الا كنتي وصلتي حتى لهنايا ما تنساش غير دير لايك وتابونا في القناه وتفعل زر الجرس. هادشي اللي كاين، نتلاقاو في فيديو اخر والسلام عليكم.